عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نصايب معكم كيكة المول العجيب. المهم هنا كما كتشوفوا معايا حاطه الزلافه ديالي فاش غادي نصايب الكيك ان شاء الله، وغادي نوريكم حتى الغسيت ديال هاد الكيك كيفاش كتصاوب. صراحه كتجي رائعه حتى في المذاق. المهم هنا هاد المقادير هما اللي غادي نحتاجو. كنديرو هنا 2 بيضات، كأس سنيدة، كأس من الحليب، كأس من الزيت، نصف كأس من الزيت، و2 معالق كبار ديال كاكاو المر البنات، كاكاو المر، 1 ساشيه ديال الفاني، و2 ساشيات ديال ايديال. ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو 2 بيضات كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي ندير 1 ساشيه ديال الفاني للتنسيم، ومن بعد غادي نضيف كأس سنيده. المهم راه عبر تقريبا هاد الكيسان بحال ديال العنبه تقريبا. ومن بعد كنطرب بالطراب الكهربائي كما كتشوفوا معايا، كنطرب مزيان مزيان حتى كيولي ليا الخليط على شكل ابيض. كما كتشوفوا معايا في الصوره دابا راه الخليط ولا ليا على شكل ابيض. وغادي نضيفوا الزيت بالتدريج، ومن بعد كأس الحليب، وغادي نعاودو نطربو مزيان بالطراب الكهربائي. هنا ممكن تطربوا تكملوا بالطراب اليدوي. في الاول كيكون الطراب الكهربائي صراحه زوين باش يطلع الخليط بيضاء بحال الكريم. ومن بعد كنضيف 6 ملاعق ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا، وكنخلط مزيان وكنحصل على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ومن بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال كاكاو المر. المهم هنا كما كتشوفوا معايا كنضيف الكاكاو المر، ومن بعد كنضيف 2 ساشيات ديال ايديال كما كتشوفوا معايا هنا. ومن بعد هذا هو المول ديالي، دهنته بالزبده والدقيق وغادي نخوي فيها الخليط. المهم هنا من بعد ما كطيب الكيك ديالي كما كتلاحظوا معايا تبارك الله مفشه. غادي ندير واحد السيرو، هذا اختياري. انا حبيت نسقيها. هنا درت النكهه ديال الفريز ودرت نصف كأس من الحليب، ومن بعد غادي نسقي الكيك ديالي. انا فضلت نسقيها، هي اصلا ما كتسقاش. المهم انا حبيت نسقيها بهذه النكهه باش تكون ليا فيها النكهه ديال الفريز. المهم هنا كما كتشوفوا معايا غادي ندوز نحضر معكم الكريم الغاناش اللي غادي نحضروا به، اللي غادي نزوق به الكيك. هنا كندير 2 كيسان من الحليب، وكندير الكاكاو، ملعقه ديال مايزينا كما كتشوفوا معايا، وكنخلط مزيان مزيان كما كتشوفوا. كنزيد واحد دانيت، ومن بعد ها الكيك ديالي وجد كنزيد عليه ديك لا كريم كما كتشوفوا كريم كراميل. غادي نشارك معكم الوصفه ديالو في القناه كما كتشوفوا معايا. وغادي نهز الموس نخطط به باش يجيني على شكل ملفي، ومن بعد كنزوقها بالبنان كما كتشوفوا معايا. كما كتلاحظوا جات رائعه جدا وراقيه في المنظر والمذاق ولا اروع، كتعجب الصغار والكبار. هنا غادي يكون هذا الفلوق ديالي سالا، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا الى الشهيوه المقبله ان شاء الله. جربوها وردوا عليا الخبر، راه غادي تعجبكم مزيان وبالخصوص الوليدات.